مدونة العرب تقدم أعلام القرن العشرين. جبران خليل جبران. شاعر وكاتب وفيلسوف ورسام ونحات عثماني من أدباء وشعراء المهجر. ولد في 6 يناير من عام 1883 في بلدة بشري في شمال لبنان زمن متصرفية جبل لبنان. هاجر صبيا مع عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليدرس الأدب وليبدأ مسيرته الأدبية والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية. امتاز أسلوبه بالرومانسية ويعتبر من رموز عصر نهضة الأدب العربي الحديث خاصة في الشعر النثري. كان جبران فنانا بارعا خاصة في الرسم والألوان المائية، حيث التحق بمدرسة الفنون أكاديمية جوليان في باريس خلال الفترة من عام 1908 إلى 1910، حيث اتبع أسلوبا رومانسيا على الواقعية الصاعدة وقتها. وأقام جبران معرضه الفني الأول لرسوماته وهو في 21 من عمره في عام 1904 في بوسطن. في عام 1920 أسس جبران خليل جبران الرابطة القلمية في نيويورك مع كل من ميخائيل نعيمة وعبد المسيح حداد ونسيب عريضة وإيليا أبو ماضي، ثم انضم إليها فيما بعد أحمد زكي أبو شادي. كانت جريدة السائح تتولى مهمة نشر أخبار وأشعار الرابطة، وقد اتخذ شعراء الرابطة من كتاب الغربال لميخائيل نعيمة دستورا للرابطة ولمذهبهم الشعري، وقد ظهر فيه التأثر بالرومانسية الغربية التي أصبحت سمة من سمات الشعر العربي الحديث. اشتهر جبران في المهجر بكتابه النبي الذي صدر في عام 1923، وهو مثال مبكر على الخيال الملهم. وقد ترجم كتاب النبي إلى ما يصل إلى 110 لغات منها الصينية، وحصل الكتاب على مبيعات جيدة على الرغم من الاستقبال الناقد والرائع، وعرف أيضا بالشاعر الأكثر مبيعا بعد شكسبير ولاوزي. يسرد جبران آراءه في الكتاب على لسان الحكيم الذي ظل بعيدا عن وطنه لمدة 12 عاما، وعاش بين سكان جزيرة أورفاليس كواحد منهم منتظرا عودته إلى مسقط رأسه. وحينما ترسو السفينة ويحين موعد رحيله يرجوه سكان الجزيرة أن يخطب فيهم، فكانت خطبة الوداع التي لخص فيها مذهبه. وقد نجح جبران في كتابه في أن يتجاوز حدود ديانته ليرسي دعائم إنسانية تحترم الإنسان لكونه إنسانا لا لأي عامل آخر. عرف عن جبران علاقته العاطفية والفكرية بالكاتبة والأديبة مي زيادة، حيث تعرف عبر المراسلة ولم يلتقيا أبدا. بدأت العلاقة بينهما حين راسلته مي عقب اطلاعها على روايته الأجنحة المتكسرة في عام 1912، وأبدت إعجابها بأفكاره وآرائه وناقشته فيها، واستمرت علاقتهما زهاء 20 عاما حتى وفاته. وفي نيويورك في 10 من أبريل من عام 1931 توفي جبران خليل جبران عن عمر ناهز 48 عاما بسبب مرض السل وتليف الكبد. وتمنى جبران أن يدفن في لبنان، وتحققت أمنيته في عام 1932 حيث نقل رفاته إليها ودفن هناك فيما يعرف الآن باسم متحف جبران. أعلام القرن العشرين.